السلام عليكم اخواني اخواتي اصدقائي واحبابي، مرحبا بكم. اليوم غنهضروا في جوج المواضيع مهمين بزاف وما ردولاش البال بزاف ديال الناس. الموضوع الاولي هو الخروقات اللي وقعت فيه السلطات الاسبانيه والجرائم اللي حصدتها واللي سبت فيها اتجاه المواطنين المغاربه عندما دخلوا الى مدينه سبته المحتله، وتم التجويع ديالهم والتعطيش ديالهم وحرموهم من الماء والمأكل ومن الحقوق ديالهم الطبية. وهذه جريمة، جريمة كاملة الأركان، يعاقب عليها القانون الدولي. القانون الدولي، أي دولة قامت بتجويع الشعب أو الرعاية أو مواطنين متعمد إلا ويجب أن تعاقب. ما قامت به السلطات الإسبانية تجاه المواطنين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة بعد إغلاق جميع المتاجر وإغلاق المدينة عن بكرة أبيها من أجل تجويع المواطنين المغربية كي لا يقتنون قنينة ماء أو ما يروق به ظمأهم، فهذه جريمة كاملة الأركان. يجب على الجمعيات الدولية والمغربية والجمعية الإسبانية التي تدعي حقوق الإنسان رفع دعوة في إسبانيا ورفع دعوة دولية، وحتى الجمعية المغربية يجب أن ترفع دعوة على الدولة والسلطات الإسبانية التي قامت بتجويع المواطنين المغاربة الذين كانوا عندها، لأن تجويعهم كان متعمدا، كان متعمدا من أجل الضغط على المواطنين لإخراجهم من مدينة سبتة. وهذا ما كان بعد إغلاق المحلات وتم التجويع. هذه شهادة من آلاف المواطنين كلهم يدلون بنفس الشهادة، يعني جريمة قامت بها السلطات الإسبانية كاملة الأركان، يجب متابعتها. والفصل الثاني والمحور الثاني ألا وهو قامت بعض الأحزاب الإسبانية تدعي وتطلب من الحكومة الإسبانية استبعاد المغرب من المشاركة في تنظيم كأس العالم. قامت تطلب من الحكومة الإسبانية أن تبعد المغرب من مشاركة في كأس العالم، بينما كانوا يطلبون هم تنظيم النهائي، الآن يطلبون إبعاد المنتخب المغربي والمغرب من المشاركة بصفة نهائية في التنظيم، استبعاد المغرب في التنظيم بدريعة على أن المغرب ما قام به مواطن المغاربة من اقتحام سبتة ومليلية كانت كارثة، ولهذا السبب يطلبون من الحكومة الإسبانية استبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم، مع العلم أنهم في حد ذاتهم وهم الأولى من خالفوا القانون واخترقوا القانون عندما جوعوا الآلاف مؤلفة من المواطنين المغاربة عندما دخلوا عندهم. هم بحد ذاتهم، هم بأنفسهم لا يحترمون القانون ولا يطبقونه، فلهذا يدعون الدولة الديمقراطية والدولة حقوق الإنسان والدولة جمعية حقوقية وإلى آخره كذبا. وخير دليل هو أن عندما دخل عندهم المواطنون المغاربة تم تجويعهم من أجل الخروج من مدينة سبتة بإغلاق جميع الدكاكين وجميع المتاجر التي تقوم بالتجارة في المواد الغذائية وغير الغذائية. أعلنت حالة طوارئ في سبتة، أغلقت سبتة عن بكرة أبيها، لا يوجد لا قنية ماء ولا خبز ولا شيء، وخرج المواطنون حفاة عراة يشهدون على أن إسبانيا قامت بجريمة في حقهم من التجويع والتعطيش وعدم حقهم في التطبيب. فلهذا نطلب من جمعية حقوقية أن يقوموا برفع دعاوى قضائية على السلطات الإسبانية التي قامت بتجويع عدد كبير من المواطنين، الآلاف المؤلفة، ما سبب لهم ضررا ماديا ومعنويا ونفسيا. أكثر من هذا،
وتدعي على أنها دولة ديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي بعيدة كل بعد على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا خير دليل عندما قامت بتجويع المواطنين. أما أن تستبعد المغرب فهذا ليس من صلاحيتها. المغرب شريك، أحب من أحب وكره من كره، في تنظيم كأس العالم، واستوفيت شروط شراكة المغرب، وسينظم كأس العالم، وسينظم كأس المقابلة النهائية إن شاء الله. فلهذا أرجو من الإخوة والأصدقاء والأحباب مشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة، مع التعليق والبارتاج. بمتابعتكم ومشاركتكم للفيديو نستمر إن شاء الله معكم في كل صغيرة وكبيرة. والسلام عليكم.